السلام عليكم بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم راح نفصل فصال عادي. يعني ما بي شي، بس راح نخلي باطراف الدشداشة كشاكيش من التول، وباطراف الردان هم راح نخلي كشاكيش. اول شي هاي عندي مترتين ونص كشمير، جيت طبقتها مثل ما تشوفون. طبقتها عزلت القماش، يعني خليت من عند الردان، وهذه الجهة راح اطلع من عندها البدن. قست البدن بإيدي 4 أشبار، وخليت هاي مطبقة طبقتين 4 أشبار، وراح أقصها يعني وين مكان المقص مثل ما تشوفون. هاي قصيتها. هاي هنا عندي مطبقة طبقتين مثل ما تشوفون. هذا راح يصير البدن يعني الشليل، وهاي الباقية راح أطلع من عندها ردانات. هاي الردانات قياسها 3 أشبار طلعت عندي. هسه هذه البدن جبتها طبقتها 4 طبقات، يعني هي طبقتين خليتها بعد طبقتها طبقة ثانية، صارن 4 طبقات مثل ما تشوفون. هاي هنا طبقتين، وهذن هنا طبقتين. وهسه راح نبدأ نفصل من الجهة المسدودة، لأن الردان احنا مطلعيهن على الصفحة. أول شي آخذ قياس الكتف شبر ضبط، وأحدد نقطة بالسنتيم 20 سنتيم. هذا القياس يلبس وزن 60، يعني قياس مو كبير، قياس وسط. نزلة الصدر سويتها تقريبا 22 سنتيم، شبر وإصبع أو إصبعين تقريبا. وعين النقطة. عرض الصدر سويته 30، يعني أنا مخلية زيادة للخياط تقريبا إصبع. بالأشبار شبر و5 أصابع. من هاي النقطة راح أجر خط مايل ووصله لحد نقطة الكتف، يعني حتى تكون عندي حفرة الردن. وهذا هنا ميلان الكتف تقريبا إصبع أو أكثر شوية. وهذا عروض فتحة الركبة 4 أصابع. عرض فتحة الركبة بالسنتيم 8 سنتيم. وهاي النزلة، نزلة الكتف ميلان الكتف سويتها 2 سنتيم. وفتحة الركبة تقريبا 3 سنتيم. راح انزل بالتخطيط، انزل تقريبا 10 سنتيمات حتى اعين الخصر. الخصر عندي سويته اقل من عرض الصدر بسنتيم تقريبا او سنتيمين، وعادي بعدين تتخصر يعني بعد الخياط اللي يريد يخصرها. والنوب انزل بيه واطلع ميلان على نهاية القماش. هاي هنا عندي نهاية القماش مثل ما تشوفون، وصلت بيها يعني الطول اللي اريده عينته بخط، وراح اطلع اقلل من عنده تقريبا شبر مثل ما تشوفون. يعني القياس لازم يصير تقريبا مضبوط، لان راح اخلي كشكش بالنهاية. هذا هنا الطول اللي اريده اللي حددته، وراح اقص من عنده شبر يعني 20 سنتيم. يعني هاي اللي تقصونها قد ما عندكم دانتيل العرض اللي تردونه قصوه. راح اخذ نهاية القماش اصبعين بشكل مايل وانهيهن، يعني مقدار شبر او شبر ونص وانهيهن. هسه راح نجي نقص. مثل ما تشوفون انا طبعا قصيت، جاء اصور واقص وطلع ما يصور، فهي مبينة يعني واضحة. هاي القصة مالتي رجعتها مثل ما تشوفون. هاي حفرة الردن، وهنا التخصيرة، وراح اطلع بالدشداشة لنهايتها. وهذا هنا عندي ميلان الكتف، وهاي فتحة الركبة. هسه راح اسوي الردانات. خليني اشوفكم نهاية الدشداشة الطرف شلون راح اخلي الكشكوش. هاي قطعة القماش اللي قصيتها، وهذه الزاوية اللي قصيتها حتى القماش ما ينزل
من هاي الجهة ومن هاي الجهة، يهدل يعني نهاية القماش الدشداشة ما تهدل. وهذا القماش التول اللي راح اخليه استبدلته يعني، قصيت تقريبا 20 سنتيم وخليت بداله قماش تول. هنا راح اسوي الردانات، اخذ العرض اللي اريده مثل ما تشوفون. طول الردان اخذته الردن البنية 55 سنتيم، يعني شبرين وفتر، واريد اخلي له من هذا التول كشكش بنهايته، فراح اخلي اسويها 50. مثل ما تشوفون خليت الزيادة قصيتها يعني راح اخلي بدالها قماش تول اسويها كشكش. هاي قصة الردن، اخذت 4 اصابع ونزل وصعدت بين لحد النص. هنا أنا اعين مكان الوسط، عرض الردن تقريبا شبر يعني 20 سنتيم. مثل ما تشوفون هذا هنا قماش التول تقريبا 10 سنتيم اخذت. اقيس الردن اسويها 55 والحد القياس اقص. التول ما راح اكف طرفه، بس راح اكشكشه واخليه بالطرف الردن، بس الردان راح اكف طرفهن قبل ما اخليه التول حتى خيوطهن ما تشرشب. راح اصير بهاي الشكل. هسه راح نجي نخيط. اول شي راح نخيط صدر الدشداشة. صدر الدشداشة ما خليت له شغلاني، من كملته بعدين خليت له شذر حراري بصمات على شكل عناقيد العنب، يعني شغلة بسيطة. اول شي ناخذ فتحة الصدر، سويتها تقريبا 13 سنتيم، لان البنية قالت ما اريدها دلعة، وهذا وانا لان ما مخليه لاصق راح تصير خفت من عندها تكبر، فصارت بهذا الشكل. ولان اللاصق يلمها يعني صارت طبيعية، مو دلعة كبيرة ولا صغيرة. راح اجيب مسطرة من القماش على عرض اصبعين حتى اغلف بيها فتحة الصدر. جبت المسطرة وابدي اخيطها على طرف فتحة الصدر الامامية. اذا تخلون لاصق للصدر شوية كبروا فتحة الصدر، يعني سووها تقريبا 15 او 17 اذا تردونها شوية دلعة. ارجع اطبقها طبقتين واخيط. هسه كملت عندي تغليفة مالت الصدر الامامية. راح اجيب جهة الخلف واركبها، يعني اخليها مثل ما تشوفون. اخلي اول شي بالبداية جهة الظهر، وبعدين اجيب جهة الامام واخليها فوقها، واعدل الاكتاف اخليهن متساويات. اثبتها بدنابيس وابدي اخيط من يمل الكتف هذا الاول، وهاي هنا عندي الجهة الثانية اجي اخيطها
هسه راح اسوي تغليفة لجهة الظهر. راح اجيب قطعة قماش، يعني هاي الطريقة سهلة، طريقة التغليف هذه اللي داي استخدمها اني على طول بكل خياطاتي. اجيب قطعة قماش على شكل مربع او مستطيل، يعني شوية اعرض من فتحة الظهر، عادي حتى لو مسطرة هم تصير، بس اذا اكو قماش عادي نسويها هيجي تصير اسهل. اجيبها واخيط الكتف على يعني ابدا اخيط ابدا من الكتف وانزل فتحة الظهر، امشي على بعد اصبع، وهاي الجهة الثانية الكتف الثاني، وهذا الزايد هذا مالت التغليفة، يعني هذا الزايد اقصه على قصة فتحة الظهر، يعني نفس القصة اقصه وياها واثلمهن، اقرضهن او اثلمهن قرضات صغار مثل ما تشوفون. ارجع اقلبها واخيطها، هاي قلبتها وراح اجي اخيطها. ابدي من هاي الجهة وارجع النوب امشي على الكتف واطبقها التغليفة، اطبقها يعني قطعة القماش حتى ما تطلع خيوط. هاي هنا عندي اطبقها طبقة صغيرة طرفها، وافتر عليها الى ان تصل للنهاية. مثل ما تشوفون هاي وصلت نهاية الكتف. هسه كملت عندي تغليفة الظهر. ها هنا عندي كمل الصدر والظهر تغلفن، صارن مرتبات. هسه ايش راح نسوي النوب؟ راح نجيب الردانات، ونركبهن على البدن على الاكتاف. اول شي اجي للوسط مال الكتف واركب عليه الردان، يعني الردان انا معينه الوسط مالتها، اجي اخليها على الكتف واثبتها بالدنابيز، وارجع انزل نهاية الردن، يعني شوفوا طلع بيها زايد، زايد راح ينزل واقصه. واذا تردون تسوون كسرات رجعوا الزايد طلعوه خيطوه من البداية، راح تصير كسرات بالكتف. هذه نهاية الردن، كملتها خيطتها، خيطت بس وحدة، يعني أنا دائما أصور جهة واحدة حتى المقطع ما يصير طويل. مثلا هساني صورت بس هاي الردن، الردن الثانية عادي خيطتها بدون تصوير. كملت الردن. هسه راح اجي اكف الطرف مالتها. البداية اذا بيها زايد اطلعه واقصه، يعني الردن طلعت بيها زايد مثل ما شفتوا. اجي اكف الطرف اول شي، وراح اجيب الدانتيل او التول وابدي اكشكشه واسوي له كسرات، وبعدين اركبه على الردن، يعني بالبداية اسوي له كسرات.
مثل ما تشوفون سويت كسرات ناعمة. هسه هاي الردن بعد ما كفيتها راح اجيب هذا التول اللي كشكشته، راح اجيب واخليه على الطرف مالت الكفة واخيط عليه فوقه، يعني خلي وجه الكسرات طالع لي فوق حتى يصير حلو. مثل ما تشوفون خليته يعني خيطته فوق الردن، يعني صار نطلع عن الكسرات مالته على الوجه. الردن مكفوفة وخليت خيطت فوق الكفة. هاي كملت عندي، وراح اجي النوب راح اجي اخيط الردان واوصلها يعني نهاية الدشداشة، اخيط احد جوانب الدشداشة، يعني ابدأ من الردن وانزل بيها لحد نهايتها. مثل ما تشوفون جاي اطبق القماش طبقتين. هاي جوانب الدشداشة اكملها لحد النهاية. هاي هنا أنا وصلت للنهاية مالتها، هم خيطت بس جهة واحدة. مثل ما تشوفون هاي الخيوط الزايدة بوخرها، وراح اجي نهاية الدشداشة، يعني راح اكف كفة الدشداشة اول شي اكفها بالبداية، وبعدين هم اخلي لها نفس طريقة الردان، اخلي الدانتيل فوقاها. هنا أنا عندي كملت الكفة، يعني فريتها على فريت الفرة مالت الدشداشة كلها فريتها. هذا عندي الدانتيل مثل ما تشوفون كشكشته، وراح اجي اخليه على الطرف مال الدشداشة. اجي بداية الكفة واخلي الدانتيل فوقاها، وابدأ اخيط فوقاها خياط عادي. مثل ما تشوفون يعني الدانتيل لازم اخليه نفس المستوى، امشي على الكفة يعني لا اصعد ولا انزل. يعني هو هذا الدانتيل او التول نهايته قصة، يعني نقدر اذا طلع بيها طول نقدر نقصره، ناخذ من نهاياته شوية. هاي هنا عندي وصلت نهاية الكفة. راح اسد الاطراف مالت التول
على مود أجمعه يعني مثل ما تشوفون. راح أجيبه وأخليه الطرف على الطرف، قصيت الزايد. هذا هنا مثل ما تشوفون راح أخيطهن حتى يصيرن سوا، يصيرن واحد. بعد ما خيطته راح أرجع أخيط فوقه من هاي الجهة حتى يصير فوق الكفة، يعني خياط ما تظل فتحة. وهسه كمل عندي خياط الكشكش اللي خليته بطرف الدشداشة. وهسه راح أطلع لكم آخر شي الدشداشة شلون صارت. خيطت لها حزام وخيطت لها وكويت لها بصمة حرارية بالصدر مثل ما تشوفونها. صارت حلوة مرتبة، يعني بالحقيقة أحلى من ما تشوفونها بالصورة. هذني البصمات اللي خليتهن لها، لاصق حراري، بصمات حرارية. وهاي عندي هنا الردن خليت لها حزام خارجي، يعني سويت له حباسية وخليته بيها بالدشداشة. يعني هي البنية ما تريد ضيق فخليته عادي وخليت له حزام. مثل ما تشوفون الدشداشة حلوة مرتبة. وإن شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفصال، وإن شاء الله تستفادون منه، وإن شاء الله أشوفكم مع مقطع جديد.